الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما ندخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعمونا بمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهارده حلقة من العيار الثقيل، لأن أنا هتكلم النهارده يعني سامحوني ممكن يبقى فيه تجاوزات أو خروج عن النص، لأن طبعا أنا بقول من فترة كبيرة إن محمود عبد المنعم كهربا لعيب بتاع لقطة وبتاع شو تمام، واقل لاعب دخل جدران النادي الاهلي، ولو بتقارنه بلاعيبه دخلت النادي الاهلي من سنين هتلاقي اقل واحد. انا مش عايز يعني اذكر اسماء لاعيبه علشان يعني انا من وجهه نظري المتواضعه ان هو ما يجيش يعني ستارز في الاحذيه اللي هم كانوا بيلبسوها سوري في اللفظ. فطبعا النهارده كهربا يعني امبارح كان مع الاعلام سيف زاهر، كل كلامه متناقض وكل كلامه يعني مش فاهم ده لعيب كوره ولا ده ممثل ولا ده راجل قاعد للقطه ولا ده عايز يعمل ايه بالظبط، انا مش فاهم. طيب تعالى بقى انا اقول لك جمله او اي حاجه، يعني عنوان او موضوع او اي حاجه تستفاد منها. انت النهارده ليه بتحكها في امام عاشور؟ انت بقالك كام سنه في الاهلي؟ ما هوش انت اللاعب اللي تشيل النادي الاهلي. وانت برضو لما تيجي تتكلم مثلا على واحد زي شيكابالا برضو لازم تتكلم باحترام، لان يعني شيكابالا ده اكبر منك وامهر منك واعلى منك واحسن منك. فانت في الكوره اصلا انا من وجهه نظري شايفك صفر، شايفك زبلانش، لا ليك صفر ولا عزم، ده من وجهه نظري. يعني انت اقل لاعب في مصر واقل لاعب في النادي الاهلي واقل لاعب في الانديه، يعني مثلا الاكبر الانديه في مصر انت اقل لاعب فيهم، ده مفيش فيها كلام ولا جدال. انت النهارده كل حاجه عايز تاخد فيها اللقطه، كل حاجه يعني في الملعب عايز تاخد اللقطه، في التمرين عايز تاخد اللقطه، في يعني في البرنامج عايز تاخد اللقطه. انت ما تشتغلش الا ممثل، ما تنفعش تلعب كوره. انا من وجهه نظري طبعا انا يعني مش اكتفيت على كهربا الكلام ده، انا شايف ان كهربا ده لاعب ساذج ولاعيب اقل من امكانيات النادي الاهلي ولاعيب ما هوش يعني خامه النادي الاهلي وما يشيلش في النادي الاهلي. وطبعا كل الاجوان اللي جابها في الاهلي ده فيها نسبه حظ كتير ومحظوظ كتير قوي قوي. يعني انا من وجهه نظري محظوظ 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 محظوظ. ممكن انت شايف الاجوان ده او ممكن انت بتتكلم تقول ده كهربا ده اللي هو الفتى المدلل والكلام ده كله. انا من وجهه نظري كهربا ده صفر. يعني ده الحاجه اللي انا بقارن عليها اللعيبه اللي انا شفتها مثلا زي وليد سليمان وزي رضا شحاته وزي خالد بيبو. مش عايز يعني اجيب اسماء ناس مثلا انا شايف انه هو ما يجيش فيهم ذره. يعني مش عايز اعيد الكلام تاني عشان الموضوع يبقى استريت ويبقى مستقيم. انا بقول ده لاعب بتاع شو. وخد انت الفيديو ده عندك، لان ان شاء الله باذن الله بعد كهربا ما يبطل كوره مباشره هيتجه للتمثيل، فده اكل عيشه يعني. فانا يعني بشور عليه مثلا ان هو من دلوقتي يروح يمثل. تمام. يعني انا بقول كهربا ما صدر منه امبارح وقبل كده ان ده راجل بتاع لقطه، ده راجل بتاع شو. طبعا الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها عن النادي الاهلي، واتكلم طبعا النادي الاهلي صعب. انا شايف ان صعب ان لاعيبه الاهلي تحصل على الدوري الموسم ده، خصوصا ان الاهلي في عدد كبير في منتخب مصر. وطبعا الاهلي عنده يعني لسه ماتشات متاجله في بطوله الدوري، وعنده الانتر كونتيننتال وعنده كاس العالم للانديه وعنده السوبر الافريقي. انا بقول بلس زائد تجمع المنتخب، فاللعيبه كده هتنتهك بدنيا، مش هيبقى فيها اصلا حال ان هي تكمل بقيه السيزون او ان هي تنافس على الدوري. على المستوى الشخصي انا اتمنى ان بيراميدز تكمل وتاخد الدوري الموسم ده عشان يبقى فيه منافسه شرسه. واتمنى الموسم اللي جاي يعني ان شاء الله باذن الله ان يعني الاسماعيلي برضه يدخل وبقوه الاتحاد المصري، عايزين يبقى في شراسه وعنفوان كروي اكتر من كده عشان نقدر ان احنا نطلع لعيبه تفيد منتخب مصر. ده من وجهه نظر انا بقول الاهلي عنده ماتشات كتيره. وخد الفيديو ده برضه عندك، الاهلي مش هيقدر يواظب ويكمل على الفوز بدرع الدوري الموسم ده لان بيراميدز راكب وفارق. وانا يعني انا بقول لو لعيبه بيراميدز يعني عايزين يكملوا وياخدوا الدوري الفرصه قدامهم، يعني خصوصا ان في تلاحم مباريات للمنتخب وفي الاهلي وفي البطولات والكلام ده كله الى اخره. طبعا الجزء الاخير في الحلقه اللي انا هتكلم فيه النهارده طبعا تحت يعني رئاسه محمود الخطيب الاهلي انتدب لاعيبه فاشله من افريقيا، يعني مثلا زي جيرالدو، زي والتر بواليا، اليو بادجي، ميكسوني، ماهاليمبي الجنوب افريقي. طبعا كل اللعيبه ده
اللي جت في عهد محمود الخطيب انا شايف ان الاهلي لبسها كرويا. اللعبه دي اقل من امكانيات النادي الاهلي بكتير بكتير بكتير. انا بقول محمود الخطيب فاشل في انتدابات اللعيبه، او يعني استقطاب لعيبه سوبر في النادي الاهلي. طبعا انا مش عايز اعيد وازيد في الكلام في الفيديوهات، بس الفكره كلها ده اللي انا شايفه. محمود الخطيب النهارده لجنه الكره اللي معموله في النادي الاهلي عشان خاطر ان هي بتجيب لعيبه او بتشوف لعيبه ما عندهاش عين ولا عندها فيجن، ما فيش عندها رؤيه انها تجيب لعيب يشيل النادي الاهلي. ده من وجهه نظري. والاهلي بقاله يعني 8 مواسم او 7 مواسم وممكن اكتر بيعاني من اللعيبه الافارقه. يعني انت مثلا من 2016 جه معلول، وبعد منها مثلا يعني كان جونيور اجاي، بس مش بالكواليتي برضه اللي هو اللاعب اللي زي كينو ويخوف والكلام ده كله. وطبعا زي مثلا الدبابه اليو ديانج ده برضه يعني مثلا كورته قليله شويه، بس طبعا حته البدني بتاعته مساعداه ان هو يكون يعني واقف على رجله في النادي الاهلي، لان طبعا الاهلي ماتشاته كتير وماتشاته يعني بيلعب ماتشات مع فرق كبيره على مستوى العالم. فطبعا مصيرك ان انت لازم تكون كويس وفي التوب فورم، ولازم تكون لعيب عندك شخصيه النادي الاهلي، ولاعيب ان الاهلي لازم يستفيد منك في الملعب وفي التسويق، يعني تحت رعايه وتحت اشراف الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي لم ينتدب صفقات تليق بالنادي الاهلي. طبعا كل اللعيبه اللي انا ذكرت اسمها ده الاهلي ما استفادش منها. طبعا اللاعب كان بيستلم الكره وبقع، زي مثلا جيرالدو، زي مكسوني اللي كان عاوز وصلة خرطوم والكلام ده كله. فطبعا انت كراجل اهلاوي بتحب الكوره مثلا، او وانت شايف بلاش يعني ياخدك الجلاله ان انت تقول الكابتن محمود الخطيب عمل كل حاجه في النادي الاهلي وجاب بطولات والكلام ده كله. انا بقول واتمنى على المستوى الشخصي ان انا اشوف الباشمهندس محمود طاهر ان شاء الله باذن الله في رئاسه النادي الاهلي مره ثانيه، عشان يقدر يجيب كوادر تشتغل على يعني انتداب واستقطاب اللاعيبه مثلا الافارقه دول، ان الاهلي يستفيد منهم في البطولات ويقدر يسوقهم بمبالغ تخش خزينه النادي الاهلي اكتر من كده، والاهلي يحصل برضه على مراكز متقدمه في الانتر كونتيننتال وفي كاس العالم للانديه. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش حضراتكم تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.